بيبعتلي نفس السؤال: يا مريم، هو أنا أقدر أوصل لمستوى بيدوس في الإسباني وأتكلم زي النيتيفز في 3 شهور؟ الإجابة لأ، دي أكبر كدبة في عالم تعلم اللغات، وأي حد بيقولك كده يبقى بيبيعلك الوهم. عارفة إن الإجابة صدمتكم، بس أنا طالعة النهاردة أقول لكم عن الحقيقة اللي محدش بيقولها، وفي نفس الوقت أديكم الخطة الواقعية والروتين اليومي اللي لو مشيتوا عليه لمدة 3 شهور بالظبط هتوصلوا لمستوى المحادثة اليومية وتقدروا تسافروا تتكلموا بثقة. ورقة وقلم وكوباية القهوة بتاعتك وركز معايا في كل كلمة. هو ليه البيدوس مستحيل في 3 شهور؟ طب تعالوا نحسبها بالعقل. عشان توصل من الصفر A1 لمستوى بيدوس المتقدم في الإسباني، معهد سيرفانتس بيقول إنك محتاج من 500 ل 600 ساعة دراسة. يعني لو هنقسمهم على 90 يوم فحضرتك محتاج تذاكر حوالي 6 ساعات كل يوم بتركيز تام، وطبعا ده مستحيل لأي حد طبيعي عنده كلية مدرسة أو شغل. الهدف من فيديو النهاردة مش إن أحبطك، الهدف إن أحطك على أول الطريق الصح عشان ما تجيش بعد شهر تكتئب وتوقف. ال3 شهور دول هدفنا فيهم إنك توصل للأغوص أو بداية البي1، يعني تقدر تتكلم بالماضي والمضارع والمستقبل وتعبر عن رأيك وتفهم النيتيفز وهم بيتكلموا بسرعة معقولة. تعالوا بقى نقسم ال3 شهور للمعسكر بتاعنا. الشهر الأول هنا بتكسر حاجز الخوف وبتتعلم الأساسيات. هدفك تركز على نطق الحروف الصح والأيام والأرقام والروتين، وأهم 500 كلمة بيستخدموها في الشارع وتحطها في جمل، وتصريف الأفعال الأساسية في المضارع زي سير، ستار، تنار. مفيش جرامر معقد هنا، احنا بنبني الأساس. الشهر التاني هنا هتبدأ تحس إنك بتتكلم بجد. هندخل في أزمنة الماضي لأنك مش هتعرف تحكي قصة من غير الماضي، وهنتعلم المستقبل البسيط إير، مصدر انفينيتيفو، وهنبدأ نسمع بودكاست متخصصة للمبتدئين. الشهر الثالث هنا الجرامر بيقل والممارسة بتزيد. هدفك تربط الجمل وتبدأ تعمل شادوينج وتقلد النيتيفز عشان تظبط الأكسنت بتاعتك، وتتفرج على مسلسلات إسبانية بس بسبتيتولو إسباني. طيب في اليوم الواحد أعمل إيه؟ الخطة دي محتاجة منك من 45 دقيقة لساعة يوميا، هنقسمهم كالتالي. أول 15 دقيقة استماع، ودانك لازم تتعود على الريتم السريع. شغل بودكاست إسباني وانت في المواصلات أو بتشرب قهوتك. تاني 15 دقيقة كلمات وقراية، إياك تحفظ كلمات في عواميد، احفظ الكلمة جوا جملة، واقرأ قصة قصيرة وطلع منها الكلمات الجديدة. تالت 15 دقيقة جرامر، افهم القاعدة وطبق عليها فورا بجمل من حياتك الشخصية. وآخر 15 دقيقة اتكلم، ودي الأهم. اقف قدام المراية وكلم نفسك بالإسباني، أو سجل لنفسك فويس نوت على الموبايل واسمع أخطائك. وطبعا مش هسيبكم من غير أدوات تشتغلوا بيها، دي أهم المصادر المجانية. عشان الاستماع بودكاست اويا بلاموش وايزي سبانيش بودكاست، وعشان القرايه موقع بروفي دي إلي فيه نصوص متقسمه حسب المستويات، وكمان في اكتيفيتيز على كل درس. عشان الممارسه تطبيق هيلو توك عشان تتكلم مع نيتيفز بيبادلوك اللغه. خطه ال3 شهور دي ممتازه لو انت شخص سيلف ليرنر وتقدر تلزم نفسك، بس انا عارفه ان كتير مننا بيتوه في النص وبيحتاج حد يوجهه ويصحح له أخطائه ويديله المنهج بالمعلقة وبترتيب أكاديمي مظبوط. عشان كده في اسبانيوليرو بنحضر لكم مفاجأة كبيرة بعد العيد، كورس أونو شامل هنمشي فيه مع بعض خطوة بخطوة، وهنطبق كل اللي قلناه بشكل عملي، فاستعدوا. لو عجبكم الفيديو واستفدتم من الخطة ما تنسوش اللايك والشير لأصحابكم اللي عايزين يتعلموا اسباني، واكتبولي في الكومنتات ايه أكتر مهارة بتعطلوا، الاستماع ولا الكلام ولا الحفظ. أشوفكم الفيديو الجاي. Hasta luego.